دي احسن واسهل تحليه ممكن تعمليها، شوفيها دلوقتي وبجد قومي يلا اعمليها بسرعه، والله العظيم هتعجبك وهتعجب ولادك جدا جدا. يلا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لايك بقى وكومنت حلو منكم كده عشان ان شاء الله يوصلكوا اشعار بكل فيديو انا هنزله. ربنا يا رب يبارك فيكم كده ويحفظكم، امين يا رب العالمين، وتعملوا لاولادكم احلى الاكلات والحلويات. ايه رايكم بقى في الحلويات دي؟ بجد طعمها لذيذ جدا جدا، وعلى فكره بمكونات سهله جدا وبسيطه وحلوه قوي قوي. هتجيبي كريم جانتيه وهتجيبي كريم كراميل وهتجيبي كمان البسكوت وطبعا اللبن. وتعالى اقول لك بقى بسرعه احنا هنعملها ازاي. هتجيبي بقى صينيه، انا عن نفسي جبت صينيه بايركس، انت عايزه تجيبي اي صينيه متاحه عندك. بصي ما توقفيش حاجتك على حاجه، عايزه تعمليها في كاسات برضو براحتك جدا، بس هي نفس الطريقه اللي انت هتعمليها في صينيه اعمليها في كاسات، اعمليها بالطريقه اللي تريحك واللي انت عايزه تعملي بيها والمتاح عندك اعملي بيه. اول حاجه طبعا هنا عندنا البسكوت زي ما انتم شايفين، وهنجيب بوله كبيره وهنبتدي ان احنا ننزل بكيسين كريم الجانتيه وكيس واحد من الكريم كراميل. عايزه تنزلي بكيسين الكريم كراميل لو انت هتعملي كميه كبيره بس مفيش اي مشكله. انا عن نفسي نزلت بكيسين من الكريم الجانتيه ونزلت كمان بكيس من الكريم كراميل. وعلى فكره علبه الكريم كراميل دي بتيجي معاها صوص كده الكراميل بيبقى حلو قوي، دي هنزين بيها في الاخر مش هنحطه دلوقتي. هو يا دوب جبت البوله الكبيره عشان طبعا نعرف بقى اللي احنا ندمج كل المكونات دي مع بعض كويس جدا لانها بتكتر. ولما تيجي تحطي لبن لازم اهم حاجه يكون اللبن ساقع ساقع جدا، حتى لو في حبيبات من التلج مفيش اي مشكله. ده سر من اسرار كريم الجانتيه ان هو يعلى معاكي ويبقى حلو. عارفه لو انت عملتيه بلبن بارد مش هيبقى حلو معاكي. خلاص جبنا طبعا بوله كبيره عشان نعرف طبعا ندمج كل المكونات مع بعض، ونزلت بكيسين كريم الجانتيه وكيس كريم كراميل، وسبت طبعا الصوص على جنب. في اسهل من كده ولا ابسط ولا اسرع من كده؟ مفيش طبعا. هتجيبي بقى الصينيه زي ما انتم شايفين، كاسات ماشي، صينيه زي ما انا عملتها كده برده مفيش اي مشكله. معانا هنا لبن، اللبن بقى ساقع دافي شويه برده مفيش مشكله. ونبتدي اللي احنا كمان ندوب فيه معلقتين كده من السكر، وهنفضل طبعا نعمل بقى في طبقات، طبقه طبعا من البسكوت وطبقه من الكريم كراميل مع كريم جانتيه اللي احنا عملناه وضربناهم مع بعض. هتعمل معاكي 3-4 كده طبقات وخلاص على كده. في الاخر بقى خالص هنجيب صوص الكراميل اللي هو طبعا الباكت بيجي معاه كده صوص الكراميل، يبقى الباكت بيجي معاه كريم كراميل وكمان بيجي معاه الصوص. وكمان هنبتدي بقى اللي احنا عملنا اول طبقه حطينا طبعا الخليط بتاعنا، هنبتدي كمان اللي احنا نحط تاني طبقه من البسكوت، بس طبعا نحطها في اللبن الاول وبعد كده نبتدي كمان اللي احنا نرصها كده في الصينيه بنفس الشكل ده. ونبتدي كمان نحط كمان طبقه تانيه من الخليط. بالنسبه بقى للبسكوت النوع اللي انت بتحبيه اعملي بيه، النوع اللي انت بتحبيه طبعا، بس لازم يكون ساده، يعني لازم يكون النوع اللي انت هتعملي بيه ساده، ما يكونش بجوز الهند او باي حاجه تانية، هو طبعا بسكوت بالفانيليا بس. طبعا النوع نفسه النوع اللي انت بتحبيه اعملي بيه. يبقى عملنا اول طبقه حطينا طبعا الخليط بتاعنا، عملنا تاني طبقه وحطينا برده الخليط، وهنا بقى هبتدي كمان اللي انا اعمل تالت طبقه. يبقى زي ما قلت لكم عملت معايا 3 طبقات من الخليط و3 طبقات من البسكوت، واخر حاجه خالص هزين بيها الكريم كراميل. طب بالنسبه للكاسات نفس الحكايه بالظبط، هنحط طبعا البسكوت بس نكسره ونحط الخليط ونحط تاني بسكوت ونحط الخليط لحد طبعا ما نملى الكاس بتاعنا، وبعد كده في الاخر خالص نحط بقى الصوص بتاعنا، وهتبقى جاهزه معاكي سهله وسريعه وخطيره. قومي يلا هاتي بسكوت وهاتي كريم كراميل وهاتي كريم جانتيه وهاتي لبن، وهي دي كل المكونات بتاعتنا النهارده. مش هتاخد معاكي اي وقت خالص والله العظيم، وتحليه كده حلوه جدا جدا، ولا فرن كمان هنعملها فيه ولا اي حاجه، هي بارده كده وفي السريع، وهتعمليها وتحطيها شويه في التلاجة لو انت طبعا عايزه تطلعيها كده وتبقى خرط، عايزه تاكليها بنفس الشكل ده مفيش اي مشكله برده، بس هتكون سايله شويه. لا احنا عايزينها كده متماسكه بحيث ان احنا نطلع خرطه بخرطتها كده فتكون جاهزه معانا وحلوه جدا. والله العظيم كانك بتاكلي جاتوه واحلى كمان. ما احنا لازم كمان نغير في اكلاتنا وحلوياتنا، صح ولا ايه؟ مره نعمل لهم كنافه، مره نعمل لهم بسبوسه، مره رز بلبن، مره التحليه اللي احنا عملناها النهارده الحلوه السريعه قوي دي، وعملت معاكم كمان البسكوت بالكريم كراميل وشكرتوني عليه وقلتوا لي بجد تسلم ايدك يا اسماء، حلوه قوي قوي. فدايما هقول لك مع اسماء ولا تفكري ولا تحتاري، احلى الاكلات والوصفات والحلويات ان شاء الله باذن الله نعملها مع بعض. بس بقى وصلتي معايا في الفيديو لحد هنا لايك وكومنت حلو منك، ويلا مع بعض نفكر دايما بعض بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله
عليه وسلم. خلاص كده عملت الطبقات، 3 طبقات من كريم الجانتيه مع كريم كراميل، و3 طبقات كمان من البسكوت، واخر حاجه زي ما قلت لك هتعمليها وصوص الكراميل. هنبتدي كمان اللي احنا نحط بقى كده على الوش كده بنفس الشكل ده. وهتجيبي طبعا عصايه الشيش طاووق اللي احنا بنعمل بيها الكفته دي، طبعا تكون نضيفه وجديده خالص، ونبتدي اللي احنا نعمل بقى الشكل ده كده، شكل كده تدي الصينيه حاجه حلوه كده زي ما انتوا شايفين، بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. وخلاص وحطيها في التلاجة اقل حاجه ساعتين 3 ساعتين 3 كده، وكلي منها وبألف هنا وشفا عليكي وعلى الولاد. انا متاكده هتعمليها مره هيطلبوها منك كل شويه، لان احنا اولادنا لما بنيجي نعمل الحاجه الحلوه وتعجبهم يفضلوا يطلبوها مننا كل شويه. وهنا زي ما انتوا شايفين عملتها في الكاسات، وعملتها كمان في الصينيه بنفس الشكل ده. وهنبتدي ناخدها بقى التلاجة، وبعد ساعتين 3 هنرجع لكم، وهتكون معانا بعد ساعتين 3 بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ايوه هي شربت كده شويه من الكريم كراميل، بس عادي انا شايله طبعا كيس كريم كراميل عشان كمان لو عايزه ازود كده ازود وتديها شكل حلو. هنا خرجت معانا بقى طعمها لذيذ حلو جدا. خدت الكيس قعدت اكل فيه ما كنتش عايزه اسيبه. وكمان هبتدي اللي انا اطلع لكم قطعه اوريها لكم كمان حلوه ازاي، والله تقولي جاتوه. جميله جميله جميله. وكمان ما فيهاش اي حاجه، هي مكوناتها بسيطه قوي قوي، هو بسكوت وكريم كراميل وكريم جانتيه، وطبعا هنعملها بالطريقه اللي انتوا شفتوها. وطبعا ما فيش والله العظيم اسهل من كده. تحليه سريعه من غير فرن ومن غير اي حاجه، هتعمليها وتحطيها شويه في التلاجة زي ما قلت لك، وهتبتدي اللي انت تاكلي منها. انا فضلت اكل منها انا وولادي، بصوا هي خلصت في ساعتها من جمالها، حلو قوي قوي. يلا قومي بقى كده اعملي حاجه حلوه للولاد واكليهم وفرحيهم وابسطيهم، وربنا يا رب يخليكي كده دايما ليهم، امين يا رب العالمين. شايفين شكلها يفتح النفس ولا طعمها، تحليه فعلا سريعه بمعنى سريعه. وهبتدي كمان اللي انا بص احط بقى صوص الكراميل بنفس الشكل على الوش كده، وطبعا بقى تاكليها بالف هنا وشفا عليكي وعلى الولاد. وربنا يا رب كده دايما يحسن ما بين ايديكي وتعملي لاولادك احسن حاجه. وطول ما احنا داخلين المطبخ بحب وعايزين نعمل لاولادنا ونقدم لهم احسن حاجه، والله العظيم الاكل هيطلع من ايديكي زي العسل، واي حاجه طبعا من ايديكي اكيد زي العسل. شايفه بقى شكلها الطبقات بتاعتها، طبقه البسكوت مع الخليط اللي احنا عملناه مع كمان طبقه بسكوت تانية، بجد ممتازه ممتازه جدا جدا. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ان شاء الله باذن الله نعمل مع بعض فيديوهات كتير جدا جدا. طبعا هنا احنا عملناها في الصينيه زي ما انتم شايفين، وعملنا كمان في الكاسات، والاتنين احلى واجمل من بعض. عايزه تعمليها كده متاح، وعايزه تعمليها كده متاح. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير، ونعمل مع بعض احلى الاكلات واحلى الوصفات. واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي، واسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.